بسم الله الرحمن الرحيم، حبايبنا طلاب الصف الأول الثانوي، كتاكيتنا بتوع سنة أولى، ازيكم عاملين إيه؟ النهارده الحصة التانية، بس الواجب بتاع الحصة التانية الأبعاد. بعد ما أخلّص الواجب برضه الدرس هيبقى لسه ما خلصش، الأبعاد بالذات، واستنى لمّا أحل كتاب الامتحان كمان عشان يبقى الدنيا اتلمت اتعصرت جامد. دلوقتي أنا هاحل الأسئلة بتاعة الملزمة بتاعتي، جاهزين؟ كام واجب عندك؟ صفحة 17 و18 أنا كمان هازوّد 19. ماشي يا شباب؟ بسم الله توكلنا على الله، يالّا أول سؤال، صيغة أبعاد العجلة، طبعًا دي يا جماعة محفوظة، العجلة LT-2 العجلة LT-2. لو معاك الPDF تبقى الدنيا أوضح شوية والصورة أوضح شوية، مش عارف بقى أكبّر لك الشاشة والّا إيه؟ أكبّرها لك شوية؟ عشان اللي قاعد بعيد كده مش أكبر من كده لأ. العجلة LT-2 العجلة LT-2 مسافة سرعة على زمن. لو كانت صيغة أبعاد كمية فيزيائية MLT-2 حبايب الشطار وهو بيقراها هيقول لي يا مستر دي بتاعة القوة، أنا ذاكرتهم تقريبًا، أنا فاهم وحفظت كمان. أقول له برافو عليك. تبقى وحدة قياسها إيه؟ والله هي تحتيها، هي الM كتلة، الM كتلة والكتلة بالكيلو جرام، في الL طول والطول بالمتر، في والtime زمن والزمن ده الثانية، أُس كام؟ -2 أول واحدة. لو كانت وحدة قياس أحد الكميات الفيزيائية هي كيلو جرام، عايز الأبعاد، كيلو جرام على متر ثانية تربيع، الكيلو جرام ده بتاع الكتلة والكتلة دي يعني M. طب ممكن بدل ما هي على أخلّيها في وأخلّيهم بالسالب؟ يعني المتر بتاع الL. طب أقول لك حاجة استنى، أنت إيه، بُص قاعد تعبان أنا عارف، بعض الطلبة يا عم قاعدة مش مركّزة يا عم، بُص، سؤال رقم 3، 3 مش ده كيلو جرام؟ آه، بدل ما هي على كده خلّيها كده، ماشي، متر ثانية تربيع، متر ثانية تربيع تساوي، حُط الأبعاد، والله الكيلو جرام يعني M، المتر يعني L، في ثانية second ده time، أُس كام 2، 2. ينفع أسيبها كده، ينفع أسيبها كده، أنا قُلت بقى بس أنت ما ينفعش طلّعها فوق بقى، خلّيك راجل بقى حلو كده حبيبي، بنتي حبيبتي اللي قاعدة قدّامي أهي متر، بدل ما هي على تبقى في N أُس -1 والT أُس 2 تطلع فوق T أُس كام؟ -2. ML -1 T أُس -2 الإجابة أول واحدة، برضه أول واحدة. التانية كثافة، طبعًا يا جماعة الكثافة إحنا حافظينها كتلة على حجم، الكثافة كتلة، كثافة كتلة على حجم، طبعًا حُط الأبعاد، أبعاد M والحجم L أُس 3 فتبقى M في L أُس -3. أنا عايز بقى الوحدة مش عايز الأبعاد، أنا عايز الوحدة، الوحدة، فالM ده اللي هو كيلو جرام والL ده اللي هو المتر، يبقى كيلو جرام متر أُس -3 أهي. أول واحدة على الشمال. طبعًا في ناس قاعدة بتعلّم معاها صح وكله صح إن شاء الله، اتعلّم معاها صح بس كده. لو كانت وحدة قياس الضغط، السؤال اللي بعده يا جماعة، رقم 5، كانت وحدة قياس الضغط هي كيلو جرام على متر في ثانية تربيع، أبعاد الضغط هي كيلو جرام، أيوه، أيوه، طيب نقف بقى، اقف بقى، كيلو جرام في متر على ثانية تربيع، تبقى الأبعاد إيه؟ أولًا نكتب بالعربي كده، كيلو جرام على، بلاش على دي، على متر في ثانية تربيع. طيب أنت عايز إيه؟ أنا عايز الأبعاد. هو الكيلو جرام ده اللي هو الكتلة، والكتلة يعني M، والمتر ده اللي هو الطول، والطول يعني L، والS ده اللي هي السكند يعني آسف T، ده T، ثانية اللي هي T تربيع، طلّعهم فوق، الM زي ما هي والL تحت أُس 1 تطلع فوق L أُس -1 والT تحت أُس 2 تطلع فوق T أُس -2 بقت ML -1 T أُس -2 الإجابة اللي في النُص.
في طالب حافظ هيطلّعها من عقله أو هيطلّعها من الكتاب، أنا عايزك تعمل زيي، تقعد تشتغل ورقة وقلم، ما تقعدش تخلّص الواجب في 5 دقايق وأنت عندك أسبوع من الدرس للدرس، خلّصها بفهم، آدي 5، 6. لو كانت صيغة أحد الكميات الفيزيائية هي M أُس صفر L أُس صفر T أُس سالب 1، تاني يا جماعة 6. إيه ده، إيه ده، إيه ده، إيه ده! M أُس صفر دي بكام؟ ب1، L أُس صفر دي بكام؟ ب1، اتبقى مين؟ T سالب 1، ده الtime، ده الزمن، يبقى زمن، ثانية أُس سالب 1. صيغة أبعاد الكتلة M، يالّا كده دَوّر عليها M إيه ده مش موجودة يا مستر وائل، ضحكت عليّا، لا موجودة، أول واحدة. ليه؟ لإن M L أُس صفر T أُس صفر، أي حاجة أُس صفر بكام؟ ب1، فبالتالي اتبقى M. اوعى يتضحك عليك، ماشي؟ اللي جاي، لو كانت الX بتساوي Y في Z، طبعًا أنا علّمت طلابي حبايبي قُلت لهم إيه، عشان بعض الناس اللي قاعدة ضُعاف في الحساب وأنا عامل حسابك، فقُمت قايل لك خلّي دي كده، بُص X بتساوي Y في Z، Y في Z، والراجل قام ادّاك الX وادّاك الY، الراجل ادّاك الX وادّاك الY، ادّاك الX وادّاك الY، عايز مين؟ عايز الZ، يبقى الZ بتساوي X على Y، وتقسم الاتنين على بعض. كام الX؟ MLT سالب 2 فوق أهي، MLT سالب 2. كام الY؟ أهي M أُس صفر، M أُس صفر في LT سالب 2 يساوي كام؟ هتروح في سالب 2 مع السالب 2 وتروح الL مع الL، اتبقى M. تحت في المقام M أُس صفر وأي حاجة أُس صفر بكام؟ ب1، M على 1 بM، فالإجابة M. فين الM في الإجابات؟ أول واحدة، ليه؟ عشان أي حاجة أُس صفر ب1 اتبقى مين برضه؟ الM. مين قاعد جاب ال8 دي صح أول واحدة على اليمين؟ شايفكم أهو، لبعضكم كلكم، صح؟ اللي ما جابش دي هيزعّلني، اوعى تزعّلني والنبي عشان زعلي وِحِش باتضايق وبيطلع لي الضغط وشعر الأم بيُقع، ركّز معايا بالله عليك، ركّز معايا. 9، 9 يا رب يكون كله جاب اللي فاتت صح، 9. نحصل على كمية فيزيائية جديدة عند أيوه، الجمع، لأ طبعًا، ينفع أجمع سرعة مع زمن يطلع عجلة؟ لأ، لا غلط، إيه ده؟ لأ طبعًا. طب سرعة مع سرعة يطلع كيلو؟ لأ طبعًا، ما فيش كمية جديدة بتطلع لمّا أجمع أبدًا. طب تطلع كمية جديدة عند الطرح؟ لأ طبعًا. كيلو ناقص كيلو يطلع كيلو، ما يطلعش زمن. أُمّال مين؟ الضرب، الضرب والقسمة. أنا ممكن أضرب كتلة في عجلة، فاكرين يطلع إيه؟ خدتوها معايا دي، قوة. ممكن أقسم مسافة على زمن، يطلع عجلة سرعة، مسافة على زمن، سرعة. فبالتالي قسمت 2 غير بعض على بعض طلع كمية جديدة، خدتها في تالتة إعدادي، مسافة على زمن، سرعة. كتلة في عجلة، قوة، ماشي، الضرب يمكن والقسمة يمكن، وبالتالي ممكن أضرب. باستخدم صيغة الأبعاد في استنتاج وحدات قياس الكميات المشتقة، صح، هاستنتج كمية. اختبار صحة القوانين، طبعًا، ما حدش يخش يقول لي أنا ألفت قانون هاقفشه، أنا في أولى ثانوي هاعرف أقفشه. استنتاج وحدة قياس ثوابت فيزيائية، طبعًا، أي قانون فيه ثابت أقدر أجيب لك الثابت ده باقيسه بإيه، من خلال الأبعاد. حلو، الإجابة جميع ما سبق، وإن شاء الله في أمثلة رياضية على ده وعلى ده إن شاء الله. وحدة قياس القوة، ثانية واحدة، القوة قبل ما تكمّل في النظام الدولي باقيسها بالنيوتن، والقوة على فكرة اللي هي كتلة في عجلة، القوة اللي هي كتلة في عجلة، وعلى فكرة يا شباب الكتلة دي اللي هي كيلو جرام، والعجلة دي اللي هي متر على الثانية تربيع، أدي الوحدة، أنت عايز إيه بقى؟ ده عايز الوحدة والله العظيم، بس بدل ما هي كيلو جرام في متر على ثانية تربيع كتلة في عجلة، أيوه، كتلة هتبقى كيلو جرام أيوه في متر
بدل ما هي على تبقى في، وثانية أس 2 تطلع فوق ثانية أس كام؟ -2. كيلو جرام متر ثانية -2 كيلو جرام متر ثانية -2. حلو يا جماعة. اللي جاب دي شاطر. أو حد عمل إيه في البيت؟ عارف إن القوة الأبعاد بتاعتها MLT -2. حفظتها. حول دي لوحدات، فالام تبقى كيلو جرام والال تبقى متر والتايم يبقى سكند اس كام؟ -2. ماشي. اللي جايه عايزين نجمع 10 جرام و10 كيلو جرام. ما ينفعش. لازم لا اما يبقوا الاثنين بالجرام لا اما الاثنين بالكيلو. ما ينفعش. حاضر. طب الاجابات لمحتها فيها جرام وكيلو جرام، يبقى عايز مره احول كده ومره احول كده. حاضر. حول الجرام لكيلو. اقسم على 1000. فالاكس ايوه تبقى 1/100 كيلو جرام. تمام. اجمع بقى كده يلا. 10 كيلو مع 1/100 كيلو يبقى الناتج 10 و1/100 كيلو جرام. فين دي؟ 10 و1/100 جرام. لا 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 لا. ده 10 و1/100 كيلو جرام. طب استنى نجيب قلم تاني. سيب الجرام زي ما هو وحول الكيلو. حول الواي. حاضر. حول الواي. عشان احول من كيلو جرام لجرام اضرب في 1000. اضرب في 1000. فال10 كيلو دي تبقى 10000 جرام. 10000 جرام و10 جرام تبقى 10000 1/100. يبقى ولا واحده في الاجابات. السؤال ده فيه غلطه. فين بقى الغلطه؟ هي الاجابه د، بس هنصلح دي الجرام دي ونخليها كيلو جرام. بالتالي الاجابه جت اهي 10 و1/100 كيلو جرام. هنحول الجرام لكيلو، فال10 جرام تبقى 1/100 كيلو جرام. 1/100 كيلو جرام مع 10 جرام الاجابه 10 و1/100 كيلو جرام. الاجابه ده بس بعد ما تصلحها. كده ما ينفعش اجمع رقمين جنب بعض غير لما يكونوا زي بعض، لا اما الاثنين بالجرام لا اما الاثنين بالكيلو جرام لا اما الاثنين بالثانيه الاثنين بالملي الاثنين اي حاجتين زي بعض. حولت هنا الجرام لكيلو وجمعت. حولت الجرام لكيلو وجمعت. يعتبر السؤال ده من الدرس الاول. السؤال اللي جاي. لو صيغه ابعاد ايه هي؟ صيغه ابعاد ايه هي؟ ام ال تربيع تي -2. صيغه ابعاد بي هي ام ال تربيع تي زي بعض. يعني ينفع اجمع واطرح؟ طبعا ينفع. فان A زائد B تساوي كام؟ ابعاد وابعاد تطلع نفس الابعاد. الاجابه 1000. ام ال تربيع تي -2. الله. مستر هو ما جمعش حط 2 يا ابني، ما الاتنين دي رقم والارقام ليس لها ابعاد. لما اجمع كتله وكتله يطلع كتله، ولما اجمع كتله واتنين في كتله يطلع كتله. انا ماليش دعوه ارقام، هيطلع كتله بس. فالاجابه كتله. ابعاد وابعاد يطلع نفس الابعاد. طيب لو كانت الابعاد دي حاجه ودي حاجه تانية كنت اقول له ما ينفعش تجمعها، كان يبقى ليس لها معنى، كانت تبقى د. لما باجي اقول لك اجمع لي ال تي -1 زائد ال تي -2 اقول له انت حمار يا حبيب قلبي. ما ينفعش اجمع سرعه مع عجله، صح؟ ما ينفعش. وبالتالي ما تنفعش اجمع دي مع دي، ده غلط. ليس لها معنى. هنا السؤال ليه معنى. دي زي دي فيطلع الإجابة ألف. صح زي بعض. حلو قوي قوي السؤال اللي جاي. حلو قوي قوي السؤال اللي جاي قوي. سؤال. كمية إيه؟ الكمية إيه؟ نص الكتلة في مربع السرعة. بالإنجليزي كمية إي انرجي طاقة الحركة تساوي نص الكتلة في مربع السرعة. كمية ب قوة في إزاحة. كمية ب الشغل ده تساوي اف قوة ناقصة دي قوة في إزاحة. مش مهم الإنجليزي، العربي قوة إزاحة. فإن صيغة الأبعاد ام ال تربيع تي أس -2 بتعبر عن الكمية A ولا عن الكمية B ولا عن الكميتين ولا عن ولا واحدة فيهم؟
يبقى أنت مضطر تجيب لي A أبعادها إيه، ومضطر تجيب لي B أبعادها إيه، وتشوف هي دي زيهم والّا لأ. تعالَ معايا، هات كده الأحمر الأول ده كده. يا إيه، هو أنتِ أبعادِك إيه؟ والله أنا نُص في الكتلة في مربع السرعة يساوي. النُص رقم والرقم ليس له أبعاد، عاش. والكتلة دي أبعادها M، عاش جدًا. في مربع السرعة، السرعة حافظها LT-1 بس لسه هاربّع يساوي. يالّا كده فُك التربيع، ماشي. فتنزل الM، تنزل الM، التربيع L أُس 2 تبقى L أُس 2 في T-1 أُس 2 يعني T-1 في T-1 باقوم جامع الأُسُس تطلع T أُس كام؟ -2. الله، الله! طلعت ML تربيع T أُس -2 يبقى الكمية إيه؟ يبقى الإجابة أ. اصبر أبوس إيدك أنت في ثانوية عامة فكّر كل الاحتياطات. شوف B. حاضر، هاشوف B. تعالَ شوف B. B قوة في إزاحة. B قوة في إزاحة، والقوة أنا حافظها MLT-2 في إزاحة دي يعني طول، يعني L يساوي الM تنزل، الM تنزل، وL في L تبقى L تربيع -2 تنزل، -2 تنزل. الله، الله، الله! ده الاتنين طلعوا زي بعض، فتبقى الإجابة إن الكمية اللي أنت مديها لي بتعبّر عن الكمية A والكمية B. اللي جاب دي في البيت ولد ما حصلش، بنت عفريتة ما حصلتش. طب ولو ما جابهاش عادي، يعني عادي، سمعتها مني مرة مش هتغلط فيها تاني. أوكي، حلو السؤال يا جماعة اللي عدّى، حلو السؤال اللي عدّى. الكمية دي بتعبّر عن الاتنين عن إيه وعن B. استعنا بالله. إذا علمت أن القدرة بتساوي شغل على زمن، فإن وحدة قياس القدرة بتساوي إيه؟ استعنا بالله. القدرة بتساوي أيوه، شغل على زمن. أنا حافظ الشغل، شغل يعني طاقة، أي شغل يعني طاقة، أي طاقة يعني شغل. ML تربيع T-2. أنا حافظها، وأنت المفروض تبقى حافظها. طب والزمن T يطلع إيه؟ الM تنزل في L تربيع تنزل، L تربيع تنزل في. طب هي الT تحت أُس 1 يطلع فوق أُس -1 وأنت عندك -2 بقت T كلها أُس كام؟ -3. ML تربيع T-3 دي كده القدرة. أنا جبت الأبعاد، قسمت الشغل اللي أنا حافظه على الزمن يطلع أبعاد ML تربيع T أُس -2. تعرف تحوّل ديّة إلى وحدات. سهلة، سهلة. الM كتلة؟ الM دي كتلة، يبقى كيلو جرام. والL متر تربيع، كيلو جرام متر تربيع، ثانية -3. فوق أهي، فوق أهي، فوقيها أهي، فوقيها أهي، فوقيها أهي. الإجابة إيه؟ فوقيها أهي، حظك أهي فوقيها. الM كيلو جرام، الL متر تربيع، الزمن -3 يبقى الثانية أُس كام؟ -3. بس يا باشا، الإجابة جه، الإجابة جه. اللي بعديها، عايزين معادلة أبعاد القوة ووحدة قياسها. السؤال ده فيه غلطة كده صغيرة، هي الإجابة ب، بس هنا في -2. أبعاد القوة حافظها MLT -2. زوّد يا جماعة، زوّد -2، زوّد -2. ناقصة، دي غلطة أهي، غلطة مطبعية. طب ووحدة القياس هي الM تبقى كيلو جرام، والمتر يبقى M، والزمن ده يبقى ثانية أُس كام؟ -2. مكتوب بس جنبها كيلو جرام في متر، بدل ما هي في خلّاها على وثانية أُس -2 بقت ثانية تربيع. عادي خلاص يا مستر، خدناها كتير. بدل ما هي كيلو جرام في متر في ثانية أُس -2
بقت كيلو جرام في متر على، بس نزلت تحت بقت ثانية أُس كام؟ 2. الإجابة ب. برضه دي حلوة، برضه دي حلوة. السؤال بتاع القوة يا جماعة ده مهم، مهم. ماشي. اللي جاي، لو فرضت إن العلاقة دي بتساوي NT تربيع، إيه دي بقى؟ علاقة، قانون. إيه الرموز؟ يا عم رموز، هيقول لك معناها أهو. حيث أن الD مسافة، الD دي مسافة، يعني إيه؟ ماشي. والT ده زمن، والT ده زمن، أوكي، ده زمن يعني T time. ماشي، ماشي، ماشي. يبقى الN بتساوي إيه؟ واحدة، واحدة بقى، واحدة، واحدة. دي بتساوي NT تربيع، تعالَ كده، دي تساوي NT تربيع. هي الD دي أبعادها مسافة، دي مسافة، هو اللي قال لي، تبقى L تساوي، والN دي ما أعرفهاش، ماشي. والtime ده في ده زمن، هو قال لي زمن، فيبقى T تربيع، تربيع، ماشي. يبقى الN الحمرا دي بكام؟ خُد الT دي هنا مضروبة، تيجي هنا مقسومة، ولو أنت من الناس اللي بتكِش من الحاجات دي، بُص، 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 الD بتساوي N في T تربيع، N في T تربيع. الباشا عايز مين؟ عايز الN، عايز الN. ها، دي على T تربيع، ها، صح كده؟ والD على T تربيع، الD دي مسافة يبقى L، والT تربيع دي زمن يبقى time تربيع. إحنا اتفقنا البتاع دوّة فوق يبقى LT أُس -2. على فكرة دي عجلة، على فكرة دي عجلة، هيبقى LT -2 تبقى عجلة، LT -2، LT -2. الإجابة LT فين؟ أيوه، أيوه، أيوه. LT -2 أهي يا جماعة. اللي جاي، لو كانت صيغة أبعاد كمية فيزيائية M أُس X L أُس X T أُس -3. إيه ده؟ رموز يابا. إيه الX دي؟ أنا عارف الM والL والT، إيه الX دي؟ رمز زي س كده، س بالضبط. اللي قاعد في الفيزيا يا جماعة بقى له حصتين 3 كده مخضوض دي X يا جماعة زي س وصاد وعين، X وY Z رموز، خضّش. حيث X رقم صحيح، 1، 2، 3 ورقم صحيح. فإن هذه الكمية ممكن تكون مين؟ قوة والّا عجلة والّا شغل والّا سرعة؟ هتجرّب ال4، هتجرّب ال4. تعالَ نجرّب أول واحدة، القوة، أنا حافظها MLT أُس -2. هل دي هي دي؟ مش عارف. هي الX دي بكام؟ ما هو مش ما قاليش، قال لي رقم صحيح. مين أول رقم صحيح عندك؟ ال1. تعالَ نجرّب كده نحط الX دي ب1، يالّا كده. M أُس X يبقى M أُس 1، L أُس X L أُس 1، ما اكتبوش. T أُس X ناقص 3، X ب1، 1 ناقص 3 بقى كام؟ -2. الله! دي MLT -2، مين في دول MLT -2؟ الإجابة ألِف، أهي تحتيها. أنا واثق إن السؤال ده ما حدش جابه إلا ناس تتعدّى على الصوابع. أنا واثق إن أنت لو قاعد كده في سنتر في قاعة كده كبيرة فيها مش عارف كام طالب كده، ما حدش يجيب ده إلا طلبة تعدّي على الصوابع، عشان في شوية خَط، لكن مش شوية ذكاء ولا علم. أنت فرضت إن الX دي ب1 عادي، أنت بس اتخضيت من صيغة السؤال، سِبت وقلبت على اللي بعده، صح كده؟ بس يا عم، حُط ب1، 1، 1. اشمعنى 1 يا مستر؟ يا عم حُط 2، مش هيطلع حاجة أصلًا. M أُس 2، L أُس 2، T أُس -1، ما فيش دي مش عندنا في المنهج. حُط 1، 1، 1، 1، 1 ناقص 3 اتبقى كام؟ ناقص 2، MLT -2. دي القوة، دي القوة، تبقى الإجابة ألِف، 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 القوة. حلو السؤال، حلو السؤال. حلو اللي جاي أكتر وأكتر وأكتر. أي الكميات الآتية لها نفس صيغة الأبعاد. عايز إيه؟ في قانون بيقول لك إن F على T ده قانون، وMV ده قانون، هل الاتنين ليهم نفس الأبعاد؟ التاني F في T ده قانون، قوة في زمن يعني، وM على سرعة ده قانون، هل ليهم نفس الأبعاد؟ نفس الكلام في ج، نفس الكلام في د.
نعرف منين؟ هتجرب بقى، هتجيب ابعاد ده وده 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 وتجرب يا باشا. طيب هنعمل ايه؟ استعنا بالله. بص يا مان، اولا الاجابه د، اولا الاجابه د. طيب هنعمل ايه يا باشا؟ بص يا باشا، بص يا باشا، بص يا باشا، الاجابه د، الاجابه د، الاجابه اسف جيم، جيم، الاجابه جيم. السؤال رقم، السؤال رقم، احنا كام يا ابني؟ احنا كام؟ 21. سؤال رقم 21 إجابته ج. سؤال رقم 21 هتجرب أ غلط وب غلط وده غلط. طب ج، د فيها حاجتين، فيها اف في تي وفيها ام في في، دول قانونين. هتجيب لي أبعاد ده وأبعاد ده. مستر هي إيه الرموز دي؟ هو المفروض يقول لك في الامتحان على فكرة، الاف دي قوة والتي ده زمن، الام دي كتلة والفي دي سرعة. يلا يا مان هات لي أبعاد ده كده، هات لي أبعاد ده كده. القوة ام ال تي -2 في الزمن تي يساوي ام ال تي -2، واحد اتبقى -1. الطرف التاني الكتلة ام والسرعة ال تي -1، طلع الطرف ده والطرف ده متساويين. يبقى القانونين دول اللي كانوا في جيم اف تي اهو، اف تي وام في دول بيساووا بعض، ليهم نفس الابعاد. الاجابه ج. اللي جاي، اللي جاي طويل شويه، طويل سيكا، ركز معايا كده بعد اذنك. اذا كانت الاكس تساوي واي في زد في دي، اذا كانت الاكس تساوي واي في زد في دي، اكس تساوي واي في زد في دي، وكانت ابعاد الاكس كذا، وقام مديك ابعاد الاكس، وابعاد الواي كذا، وقام مديك ابعاد الواي، وابعاد الزد، الزد فوق اهي كذا، وقام مديك ابعاد الزد. عايز مين يا حبيب قلبي؟ عايز الدي. طب خد الاتنين دول مضروبين يجوا هنا مقسومين، ما تتخضش. احل السكين بقى شوط كده يا جماعه، احلها لك بره، احلها لك بره اهي. السؤال ده رقم كام؟ بجيب لك بس السؤال كده من عندي هنا. السؤال ده رقم 22. السؤال ده رقم 22. السؤال ده رقم 22، وعلى فكرة إجابته هتطلع في الآخر ب. يا بخت اللي جابها ب. السؤال بيقول إن الإكس بتساوي واي في زد في دي. عارف ياض في تانية حضانة لما خدت إن 2 في س بتساوي 10 كنت بتجيب س إزاي؟ تاخد الرقم ده اللي هو هنا مضروب تجيبه هنا مقسوم فيبقى 10 على الاتنين. إحنا هنعمل كده، أنت عايز السين خد اللي جنبها مضروب يجي مقسوم. طيب أنت عايز الدي خد اللي جنبها مضروب يجي هنا مقسوم. فأنت عايز الدي أهيت، الدي أهيت، خد اللي جنبها ده مضروب الواي والزد يجي هنا كده ايه مقسوم، فيبقى اكس على واي في زد. وعندك كل حاجه يا باشا، عندك كل حاجه. الاكس فين؟ الاكس، الاكس ام ال -1 تي اس -2 تي اس -2. طب الواي ام ال -3 تي اس 0. انا بعوض عندك من الملزمه، معاك من البي دي اف اللي معاك، في الزد ام اس 0 ال تي اس -2 ال تي اس -2. استعنا بالله يساوي كام؟ يساوي كام يا معلم؟ يساوي كام يا باشا؟ يساوي كام؟ يساوي، هات لي بقى الاسود لان انا هشيل دلوقتي حاجات مع بعض جامده جدا، جامده جدا، جامده جدا، جامده جدا. يلا شيل. انا عوضت بالاكس والواي والزد، ماشي كده. هي الام دي اس 0 يعني بواحد، الام دي واحد مع دي، كده مفيش امات، مفيش امات من النهارده، مفيش امات الحمد لله خلصنا منها. ماشي. طيب التي
تي أس 1 الحمد لله. تي -2 -2 راحوا مع بعض. الله أكبر، الله أكبر! شِلنا اتحاد. دي أس صفر ب1 ودي راحت بعد اتبقى الإلّات. ال اتبقى فوق كام؟ كل ده اتبقى منه ال فوق -1. طب تحت ال -3 في ال. ال -3 في ال. اجمع الأسس. -3 و1 اتبقى -2. بقت ال -1 على ال -2 تطلع فوق. تطلع فوق. تطلع فوق بقت ال أس كام؟ -1 لمّا يطلع له فوق -2 تبقى 2. طب 2 شيل منهم 1 اتبقى 1 ما بيتكتبش. الإجابة ال. والال ده باقيس بيها مين؟ الطول، والطول بيتقاس بالمتر. الإجابة ب متر. سؤال صعب. لو حد ما جابش دي في البيت أنا عذرك، أنا معاك حبيبي لسه أول حصة، لسه بنسخّن بنقول يا هادي، الدنيا كلّها رموز وإنجليزي وحاجة تخُض بيني وبينك ماشي، ما جبتش دي ماشي، بس بقى أنا ليّا عندك طلب، تخبّي السؤال ده كده تاني وإجابتي دي تاني، وارجع شوف ملزمتك أو شوف الPDF اللي معاك وحِل السؤال ده لوحدك تاني، وطلّع لي الإجابة M اللي هي ب يعني. ارجع تاني يا باشا، سؤال 23. لو كانت الصيغة العامة لصيغة الأبعاد M أس X L أس Y T أس Z ماشي، ماشي. تمثل أبعاد القوة، ماشي، دي أبعاد قوة. أبعاد قوة، استنى بقى، لو دي أبعاد قوة يبقى M L T أس -2 يبقى الX دي بتساوي 1 والY دي بتساوي 1 والZ دي بتساوي كام؟ -2 ماشي كده؟ يالّا. فإن Y زائد Z تربيع Y وZ Y وZ هي الY ب1 والZ بسالب 2. الواي اللي فوق دي ب1 الزد بسالب 2 اجمعهم بقت كام؟ -1. طب -1 تربيع بكام؟ ب1. كل ده بقى ب1 زائد الإكس دي ب1 ف1 زائد 1 الإجابة 2. دي بقت فزورة يا جماعة، دي مش مسألة، دي فزورة. واي زائد زد الكل تربيع، واي وزد الأس التاني والتالت. التاني هنا بكام؟ ب1 وده بكام؟ -2. 1 وسالب 2 اجمع -1. -1 والكل تربيع يبقى 1. -1 تربيع ب1. آلة حاسبة، آلة حاسبة. ب1. 1 زائد 1 يطلع كام؟ 2. الإجابة 2. ماشي. السؤال اللي جاي 24. إذا كانت صيغة أبعاد إكس كذا، اداك إكس الراجل أهو. ال تربيع إكس هي ال تربيع -2 وقام مديك حاجة اسمها واي، مين واي دي ما أعرفش. ام ال -1 عايز إيه بقى؟ عايزنا مرة اضربهم ومرة اقسمهم بالشمال لليمين واي على إكس، اوعى تقراها إكس على واي. هتفضل تقسي ومش هيطلع ولا واحدة من الإجابات، إحنا شغالين بالإنجليزي حبيب قلبي فاقرا من الشمال واي على إكس ماشي؟ اقسم واي على إكس ومرة اجمعهم، طبعًا اجمعهم دي ما ينفعش، ليه؟ لإن دي وحدة، دي أبعاد ودي أبعاد، دي ام ال -1 دي ال إيه ده؟ دي غير دي، وبالتالي الإجابة هنا غير ممكنة، ما ينفعش أجمع، كده الإجابة لا ج لا د، لا ج لا د، غير ممكنة، ما ينفعش أجمع، ما ينفعش أطرح، ماشي، لا ج لا د، تعالَ بقى نشوف ج والّا د، تعالَ نضرب، اضرب يالّا X في Y، الX في الY دي ام ال -1 وال تربيع -2، اضرب كده M في زيها؟ ما فيش، تبقى M. طب الL هنا -1 هنا 2 اتبقى L. طب الT هنا ما فيش، هنا في -2 تبقى في -2. دي قوة على فكرة، MLT -2 أهي، أهي، أهي. أكمّل؟ مؤكد كده ده خلاص بقى، يعني مؤكد تطلع دي، يا عم كمّل، يا عم كمّل عشان حبايبي اللي قاعدين بس كده. Y على X يساوي كام؟ هي الY ML -1. طب الX هناك أهي، L تربيع -2 L تربيع T -2 اقسم الM تنزل،
ال أس 2 تطلع فوق -2، -2 وعندك -1 تبقى ال -3. ال أس 2 تطلع فوق -2، -2 وسالب 1 تبقى -3. في التي -2 تطلع فوق تبقى تي أس 2، بقت ام ال -3 تي أس 2 اهي. سؤال صعب، 24 سؤال طويل، بلاش كلمة صعب. لو حد جابه ممتاز، لو حد جاب التلاتة كده ممتاز بجد، ممتاز بجد. ما جبتهمش برضو، لو حد يا جماعة ما جابهمش بس حاول ممتاز. نفس الوصف والله ممتاز بس حاولت. اما الطالب اللي شاف السؤال ما دخلش فيه اصلا، هدعي عليك والله العظيم، هتبص هتحرق دمي. ما تحاولش ليه، حاول واغلط، بس انا عايزك تحاول وتغلط عشان انا اجي اصحح، فالغلطه اللي انت غلطتها ما تنساهاش ابدا. اتفقنا؟ بسم الله، قول بسم الله. بسم الله، توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. يلا يا جماعه اللي جايه. الكثافه كتله على حجم، عايزين ابعاد الكثافه. الكثافه ام ال -3 والزمن بصفر. الإجابة السؤال ده كام؟ 26. الإجابة ألف. من غير بقى يا جماعة تفكير، إجابة السؤال ده كده ألف، سهلة دي. الضغط يعطى بالعلاقة، الضغط محدش يا جماعة يتخض، الضغط بي بريشر، ضغط يعطى علاقة بي بتساوي اف على ايه؟ اف دي اللي هي قوة، ايه دي اللي هي الاريا المساحة، والبي ده اللي هو الضغط. ماشي، انت عايز ايه؟ انا عايز وحدة قياس الضغط. هو بعض الطلاب عندي حافظين الضغط اصلا. في طالب هيفضل يروح يفكر، ماشي انت جدع ممتاز، اقسم القوه على المساحه، ممتاز. في طالب حافظها اصلا، هي ام ال -1 تي -2، حولها ابعاد تبقى كيلو جرام متر -1 سنه -2. الاجابه الف. واحد حافظها ماشي، حط الابعاد حول لوحدات ماشي. طب نسيت، برافو عليك، تعالى هاتها، اقسم القوه على المساحه. دي عندي عاملينها مع بعض. لو المساحة بتاعت المستطيل طول في عرض، اوكي، يا ترى على اثبات صحة العلاقة دي فإن معادلة أبعاد الطرفين دي مساحة ال تربيع. طول في عرض ال في ال تبقى فين ال تربيع؟ فين انا مش شايف يا جماعة. ها؟ ليه؟ ال تربيع ام اس صفر تي اس صفر تبقى الف. الف. كمية فيزيائية حاصل ضرب القوة في الزمن تبقى وحدة قياسها ايه؟ انا تهت. كميه فيزيائيه مش مهم اسمها ايه، بس هي حصل ضرب القوه في الزمن. استنى كده، كميه فيزيائيه ما اعرفهاش، اسمها س اي حاجه، بتساوي قوه في زمن. طب ما هي القوه ام ال تي -2 والزمن تي، تطلع ام ال، استنى بقى، التي -2 1 تبقى تي اس -1. ام ال تي -1. تعرف تحول دي الى وحده؟ ده كيلو جرام متر ثانيه -1، كيلو جرام متر ثانيه -1. الاجابه ب. يا سلام، يا سلام على اللي عنده الثقه. ثقه. اجري، اجري. مين قاعد فلان مكمل علم ان شاء الله كلكم؟ يا مستر ده انا ليا في ادب، مش عايز اخش علمي. براحتك، براحتك، بس علمي فرصه اكتر بكتير ومجاله اوسع بكتير، الا اذا كنت انت حاطط عينك على كليه ادبيه وهدفك لغات. اخش علم ليه؟ هدفي صنع سياسيه، اخش علم ليه؟ هدفي اعلام، اخش علم ليه؟ بتحب التاريخ قوي والجغرافيا قوي، اخش علم ليه؟ كمل، كمل. سؤال رقم 30. الازاحه بتساوي سرعه في زمن، تمام، فان معادله الابعاد اللي بتثبت ده الازاحه سرعه في زمن. ايوه، الازاحه سرعه في زمن. فين بقى يا عم؟ الازاحه دي يعني علم. السرعه في زمن لازم يطلع، لازم يطلع فين الف. الف. سؤال 31 ده تقريبا هطلع بسطحه واحله. اذا علمت ان معادله ابعاد الكميه الفيزيائيه اكس، مش مهم مين اكس دي، ال تي -1، ايه ده؟ دي سرعه يا لئيم، انا حافظها. ال تي -1 ده سرعه. سؤال رقم 31 دي سرعه. اختر علاقتين رياضيتين يمكن بها حساب الكمية الفيزيائية اكس. مين في الخمس اجابات دول يساعدك انك تجيب بسرعة، تجيب اكس؟ الاجابة
السؤال ده إجابته من الآخر، وهاقول لك ليه، تقريبًا ألِف ودال، ألِف ودال. السؤال ده ألِف ودال. بُص يا باشا، المفروض الطالب يعوّض في ال5 قوانين دول، ويشوف مين فيهم أو مين في ال5 قوانين هيدّيك سرعة، ماشي؟ يعني مثلًا هي ب دي غلط، ب دي F على M، F يعني قوة، M يعني كتلة. بُص كده بسرعة، بُص كده، F MLT -2. طب وM؟ M فتروح الM مع الM اتبقى LT -2، LT -2. إيه ده؟ LT -2 دي عجلة، هو عايز LT -1 تبقى ب، دي غلط. نفس الكلام في ج، نفس الكلام في ه. أُمّال أ ودال صح، أ ودال صح، أ ودال صح، أ ودال. السؤال رقم كام ده يا ابني والنبي؟ 31. إجابته حاجتين، إجابته أ وإجابته د. أ. أ اللي هي، تعالَ نحل بالشمال بس، بالشمال. أ، أ اللي هي جذر F في D على M. طب ب، آسف د اللي هي E في T. بُص يا مان بقى، بُص يا مان، استعنا بالله الواحد الأحد. يالّا يا باشا اللي جاية دي، المفروض يطلع سرعة، تعالَ كده نشوف. جذر القوة MLT -2، شد جذر في الدي يعني إزاحة، هو قال لك إزاحة، ولو ما قالكش خدناها كتير إزاحة دي، إزاحة، إزاحة يعني إيه؟ M يعني إيه؟ إمم، جاهز؟ جاهز؟ هتشيل الM مع الM، ها، اتبقى مين؟ يساوي جذر L في L بL تربيع وT -2 تبقى T أس كام؟ -2 يساوي جذر L تربيع بL، جذر س تربيع بس واحدة. طب جذر T -2 بT أس -1. الإجابة LT -1 صح. طلعت فعلًا سرعة اللي هي الكمية X كان عايزها. يا ابني T -2 سمعتك، T -2 ب-1. هات لي اكتب آلة حاسبة، هات آلة حاسبة، اكتب 10 أس -10 تحت الجذر، هيطلع 10 أس -5، نصها، نصها. -2 بقت كام؟ -1. صح. طب اللي جاي يالّا. عجلة في زمن، العجلة LT -2 في الزمن T يساوي اللي تنزل T في T دي أس 1، 1 وسالب 2 يطلع كام؟ -1. الله! ودي برضه فعلًا طلعت سرعة اللي هي مين؟ X. كده الإجابة يا باشا، كده الإجابة يا باشا تبقى فعلًا AT، AT، AT وF في D على M. أ ود الاتنين هيطلعوا LT -1 اللي هي مين؟ سرعة. ده مش سؤال، ده يعني افترا. أنا باقول لك، أنا تحفيزي باقول لك ده تقيل، لإنه طويل، مش صعب، فعايز حد مركّز من أوله لآخره فهم السؤال وحلّه وجاوب. ده سؤال جامد، جامد. 31 ده جامد. يالّا يا جماعة. 32. صيغة أبعاد الضغط ML-1 عايز وحدة القياس، حوّل تبقى الإجابة ب، ما فيهاش حاجة دي. 33 ده شكله هاحله برّه يا جماعة. وكانت السرعة صلّحها دي V بتساوي جذر 2E على M. تبقى الE أبعادها إيه؟ أبعاد الE على فكرة بالذكاء هي الE دي energy، والenergy دي يعني طاقة، والطاقة دي إحنا حافظينها ML تربيع T أس -2، بالذكاء دي ب. E دي ب. طب يا مستر مش بالذكاء، أنا تعبان في دماغي، حاضر. بُص كده، خُد دي برّه، خُد لي دي برّه، تعالَ لي بقى، تعالَ لي، تعالَ لي. كان كام السؤال؟ أنا نسيت، كان كام السؤال؟ 34. والله ما أنا شايف يا ابني كام السؤال ده.
السؤال ده 33. السؤال بيقول إن في حاجة اسمها V بخط كبير أهي بتساوي جذر 2 في E على M، 2 في E على M، تبقى الE دي بكام؟ إحنا عايزين الE دي بكام؟ أبعادها إيه يعني؟ حاضر، حاضر. عندي 20 طريقة أحل بيها. أول حاجة مربع طرفين. نعم، شغل ابتدائي بقى يا جماعة، مربع طرفين ليه؟ مش هاشيل الجذر الرخم ده. حاضر، من حقك. الفي تبقى في تربيع تساوي، عشان دي كسر، الجذر راح اتبقى 2 اي على ام. انا كده غلطان؟ مم. ربعت طرفين، تربيع الطرفين، تربيع الطرفين عشان الجذر يروح، الجذر على اليمين راح اتبقى الفي بقت في تربيع. طيب اتفضل. مش الفي دي مقامها واحد؟ اه، طرفين في وسطين، طرفين في وسطين. انا بكتب لاني شفت في السناتر السنه دي طلاب بسم الله ما شاء الله الحساب عندهم حاجه اوه في السما قوي، واو. طبعا بتريق، فبوس ايدك معايا خطوه خطوه. ماشي، طرفين في وسطين، ماشي. 2 اي في 1 تبقى 2 اي ام في تربيع، ام في تربيع. خد الاثنين دي هنا مضروبه تروح هناك مقسومه. حاضر، اي بتساوي ام في تربيع على 2. ماشي، عايز ايه؟ الابعاد. حاضر، يساوي، هيتم تجاهل الاثنين لان الاثنين دي رقم والارقام ليس لها ابعاد ولا كانك شايفها. حاضر. طب الام كتله والكتله ام في، الفي سرعه والسرعه ال تي سالب واحد. طب ربعها، ال تي سالب واحد ربعها ال تبقى ال تربيع. طب تي سالب واحد ربعها تبقى تي اس سالب 2. فعلا طلعت طاقه ام ال تربيع تي اس سالب 2 طلعت طاقه. فنرجع تاني كده، نرجع تاني كده ونقول له الاجابه فعلا طلعت طاقه ام ال تربيع. بس يا ام ال تربيع تي اس كام؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ام ال تربيع تي اس سالب 2. اسف اسف، اهي بص 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 بص. الاجابه ام ال تربيع تي اس سالب 2. طبعا تطلع مين؟ طاقه. جبنا الانرجي، جبنا الاي. ده سؤال حلو جدا. في افكار غير دي يا جماعه في الابعاد احنا تعبنا قوي في، وزيها بس باشكال مختلفه. وفي كام فكره كده بقى غير كل دول جامدين جدا جدا جدا. سيب لي اجيبهم لك معايا في الفيديو اللي جاي وانا بشرح الدرس الجديد. هجيب لك معايا سؤالين تقال حلوين على الابعاد. كفايه كده النهارده. شد حيلك، ربنا معاك. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. حبيب قلبي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.